السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في مطبخ ام علي. يلا بينا نعمل احلى جاتو شاتو هتعمليه في حياتك. سهل وسريع واقتصادي جدا، وكل المكونات موجودة عندك في البيت، وغرقان صوص شوكولاتة من غير شوكولاتة. سهل جدا، هتقومي تعمليه حالا في 10 دقايق هتكوني مخلصاه. ولا اجمل ولا اروع من كده، وطعمه حكاية. من غير بقى ما تروحي تشتري بمبلغ قد كده من بره، ولو جايلك ضيوف يشرفك قدام ضيوفك، وولادك هيحبوه جدا، مش هتبطلي تعمليه. بصوا الطراوة والهشاشة والجمال، حلو جدا، حكاية. قبل ما نبدأ سموا بالله وصلوا على الرسول. ولو أول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير عشان الكل يستفاد. شايفين جاتوم عامل معايا ازاي؟ ده يبدو بيتكلم عن نفسه. قومي بقى بطلي كسل، وقومي كده رواقي على العيال وعلى ابو العيال. اول حاجة طبعا انا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة قبل ما ابدأ في الكيك بتاعي. وهنشوف بقى معانا مقادير ايه. انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، نخلاهم كويس. لازم تنخلي الدقيق على الاقل مرتين. ومعايا هنا عدد 2 بيض بدرجة حرارة المطبخ، كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني، ومعايا كيس بيكنج باودر تاج الملوك، ومعايا كيسين من الفانيليا. اول حاجة في الخلاط هنزل بكوباية السكر، وعليها كوباية اللبن، وهنزل ب3 معالق الكاكاو. واللي هنا كوباية الزيت بقى مش هنزل بيها كلها، يعني هسيب حوالي ربعها كده. هنزل بيها بالتدريج بعد كده عشان الصوص يتقل معايا. وشغل الخلاط زي ما انتم شايفين الصوص بيبدأ يتقل معايا. وبالمعلقة كده توقفي وتقلبي من الجناب عشان ما يكونش فيه اي تكتلات او اي حاجة من الكاكاو في الجنب. وهنزل هنا بالباقي الزيت شوية بشوية لما الصوص يتقل معايا. زي ما انتم شايفين تقل ازاي. هاخد من الصوص كوباية كبيرة وهركنها على جنب. شايفين الصوص تقيل ازاي؟ الصوص ده طعمه حلو جدا، وينفع تعمليه سندوتشات لولادك في ايام المدرسة، بيبقى حلو جدا واقتصادي وجميل. مش هتبطلي تعمليه اصلا، حلو قوي. هنا بقى جبت الخلاط هنزل. انا حطيت زودت هنا معلقة واحدة سكر، معلقة كبيرة، وحطيت بيضتين. البيضتين نزلت بيهم في الخلاط على باقي الصوص. ونزلت بكيسين من الفانيليا. وهجيب كمان معلقة من الخل هحطها برضو علشان البيض. زي ما انتم شايفين كده. هضرب بقى باقي المكونات دي كويس جدا كده مع بعض. زي ما انتم شايفين كده. صلي على الحبيب قلبك يطيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب. هنا بقى هجيب المواد الجافة معايا. الدقيق هنزل عليه برشة من الملح، وهنزل بمعلقتين من النشا، وبعدين هنزل بقى بكيس البيكنج باودر زي ما انتم شايفين كله كده. وهقلبهم كويس مع بعض بالمضرب اليدوي. نسيت هقول لكم هحط رشة من البيكنج صودا. لو مش متوفر عادي، مش فارقة يعني. انا بحط رشة بس صغيرة كده، بتخلي الجاتو معايا هش اكتر. وهنزل بالمواد السايلة كده اللي كانت انا ضربتها في الخلاط، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لما الدقيق يختفي خالص. زي ما انتم شايفين كده بقلب في اتجاه واحد لما الدقيق يختفي. زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الصينية بتاعتي، حابة تحط في صينية مدورة ماشي، مربعة ماشي. دي صينية مربعة اللي هي اكبر واحدة في ال3 صواني. انا دهناها دهنة من الزيت، وحاطة فيها ورق كراريس مش مكتوب فيه. لو حابة تحطي ورق زبدة عادي جدا، بس انا جربت ورق الكراريس حلو جدا. يعني بيطلع معاكي بكل سهولة وما بيسيبش اثار اي حاجة. انا هنزل كده بالخليط كله في الصينية بتاعتي. هسويه كده وهبدأ اديها خبطتين كده على الرخامة وعلى الفرن. بتاخد معايا 30 دقيقة في الرف اللي في النص، بتطلع معايا بالجمال ده. طبعا بتختبريها بعد 30 دقيقة بعصاية كده بتاعت الشيش طاووق من النص. لقيتيها طلعت نضيفة، يبقى هي كده استوت معايا زي الفل.
هي بقى طرية جدا. هسيبها بس لمدة 5 دقايق تهدى وهقلبها. قلبتها معايا بقى بالشكل ده، وهبدأ اشيل الورق بكل سهولة، بيتشال معايا بس ايه بالراحة، لان هي طرية جدا عشان ما تتفرفتش معاكي. وانا كمان ما سبتهاش تهدى كتير يعني، هي لسه بتدخن اهي، لسه سخنة جدا. شايفين الدخان؟ لسه سخنة جدا. فشيلي الورق كده بشويش عشان ما تتقطعش منك. طرية جدا. هسيبها بقى تهدى شوية، مش كتير يعني، وهرجع لكم تاني. هرجعها تاني بقى في الصينية. قلبتها تاني في الصينية، وهجيب معايا كده نص كوباية من الحليب، هسقيها بيها. هي طرية جدا، مش حابة تسقيها ما تسقيهاش. انا كان باقي معايا نص كوباية من اللبن اللي انا عملت بيه الصوص، فسقيته لها. بتبقى طرية معايا اكتر وجوسي كده وجميلة اوي. هسيبها بقى شوية تهدى خالص، وهجيب صوص الشوكولاتة بتاعي. بصوا تقل معايا ازاي، كل ما بيقعد بيتقل اكتر. هنزل بالصوص كله كده عليها، اللي انا كنت ركناه على جنب، وهبدأ اوزعه بالتساوي كده على الوش، يعني على قد ما تقدري كده بالمعلقة. سويه كويس كده بالشكل ده. حلو قوي. عايزة تكتفي بكده يعني، مش عايزة تحطي اي حاجة تاني على الوش، ماشي. انا بقى حبيت اكسر اللون شوية بس كده. جبت نص كوباية من المية فيها تلج، هنزل عليها ب3 معالق كبار من السكر الحبيبات. 3 معالق كبار بس كده. وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام، كريمة خام، كريمة الخفق. وهجيب المضرب وهضربهم كويس لما القوام يتقل معايا زي ما انتم شايفين كده. تقل معايا ازاي؟ لازم المية تكون فيها قطع من التلج عشان الجو حر، والكريمة تتقل معاكي بالشكل ده. حلو اوي. هنا بقى هقطعها، هقسمها كده بالسكينة من النص كده بالطول، وبعدين هبدأ اقطع بقى بالعرض بقى كده. القطع بقى حسب ما انت عايزة، حابة تقيسي بالمسطرة عشان تبقى القطع متساوية ماشي، لكن انا خدتها بالنظر كده يعني. قطعتهم على قد بعض، بس القطعة انا عاملاها كبيرة. هي قطعت معايا 12 قطعة، بس القطعة كبيرة قوي. ممكن تصغريها عن كده شوية عادي، اللي يريحك بالسكينة وصغريها شوية. بس كده قطعناها. هجيب بقى الكريمة، وهجيب كيس حلواني. هتحطي بقى فيه القمع اللي هو بتاع الوردة ده، القمع اللي انتي حابة رسمته بقى. وهتبدأي هبدأ اعمل وردات كده من فوق بالكريمة، بتبقى شكلها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. حلو قوي. جبت بقى شوية كمان، كان عندي شوية من جوز الهند، هبدأ احط عليها. جربوها هتعجبكم قوي. جوز الهند بيبقى مع الشوكولاتة طعمه حلو قوي، والله بيبقى طعمه خطير. جربيه هيعجبك قوي. هبدأ ارش كده من جوز الهند كده على القطع الجاتو بتاعتي من فوق كده. ممكن تزيني باي حاجة تانية اللي انت حباه. ممكن تحطي كريز، ممكن تحطي فرماسي الوان او شوكولاتة، اي حاجة تحبيها ممكن تحطيها عادي. وشكله بيتكلم عن نفسه، ياخد العقل. قمر قمر قمر. لسه ما حطيتيش اللايك والشير، هزعل منك بجد. حكاية. يا رب تجربوه يعجبكم، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. مستنوني الفيديو الجاي. مع السلامة.